السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هعمل معاكم صينية سهلة وسريعة تقريبا بتجهز في نص ساعة. طعمها ما بيختلفش على اتنين، طعمها لذيذ جدا، وانا متأكدة الصينية دي من الصواني اللي هتكون مميزة جدا على سفرتك في رمضان، وانا متأكدة انهم هيطلبوها منك كتير، ممكن كمان يطلبوها منك يوميا. نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة في طاسة سخنة على النار حطيت معلقتين من الزيت وهنزل بكمية البصل. انا هنا مقطعة بصلاية حجمها كبير، بقلب البصل شوية في الزيت لغاية لما يبدأ يدبل، ونزلت عليه بفلفل اخضر مقطعه قطع صغيرة، لو عندكم فلفل الوان ممكن تستخدموه. وبقلب البصل مع الفلفل ثواني، ونزلت عليهم بصدور فراخ مقطعها قطع صغيرة. وبالنسبة لصدور الفراخ ممكن تستخدموها على طول، لكن انا بحب اتبل الحاجة، فانا كنت متبلة صدور الفراخ بملح وفلفل اسود وبصلايه صغيرة. وبقلب الفراخ على نار عالية لغاية لما تستوي، وبحط عليها معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من بهارات الفراخ. ولما الفراخ بتستوي بنزل عليها بتلت كوباية من كريمة الطبخ، وبقلبها تقلبتين، وبكده بتكون الحشوة جاهزة معايا. وبجيب الصينية وبحط فيها طبقة من عجينة الباف باستري، وهي عجينة بتتباع جاهزة، وبخرمها بالشوكة. والصينية ما بدهنهاش أي حاجة، مجرد أنا بجيب الصينية وبحط فيها عجينة الباف باستري، بعد كده بخرمها بالشوكة وبحط طبقة من حشوة الفراخ وبفردها كويس في الصينية، وبسيب حوالي نص سنتي على الجوانب. بعد كده بحط رشة حلوة كده من جبنة الموتزاريلا، وبغطيها بطبقة تانية من عجينة الباف بيستري، وبقفل الجوانب كويس. ممكن تضغطوا عليها بصوابعكم، وممكن تستخدموا شوكة. العجينة بتكون طرية. أهم حاجة لما تستخدموا عجينة الباف بيستري ما تطلعوهاش من الفريزر وتستخدموها على طول، لازم تطلعوها قبل الاستخدام بنص ساعة، هي بتفك بسرعة جدا، والأفضل كمان تسيبوها تفك جوه التلاجة. بعد كده بدهن وش الصينية ببيضة، حطيت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، برب البيضة كويس، وحطيت كمان شوية صغيرين من الكريمة، وبدهن وش الصينية. لو انتم مش حابين تدهنوا وش الصينية بالبيض ممكن تدهنوها لبن. اللبن المقصود بالحليب، ممكن كمان تحطوا رشه من جبنه الموتزاريلا على الوش، لكن انا حطيت بيضه ورشيت رشه من السمسم وحبه البركه، ودخلتها فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 لغايه لما تاخد اللون الذهبي. والفرن يكون شغال من فوق ومن تحت، لكن لو عندكم الفرن بيشتغل من جهه واحده فشغلوا الفرن من تحت الاول، وحطوها في الرف الاوسط في الفرن لغايه لما تاخد اللون الذهبي من تحت، وهتعرفوا ان هي خدت اللون الذهبي لما تلاحظوا ان الجوانب ثابت الصينيه وكمان بقى لونها ذهبي. بعد كده شغلوا عليها الشوايه شويه لغايه لما برضو الوش ياخد اللون الذهبي، وبكده الصينيه بتكون جاهزه. وبالنسبه للحشوه ممكن تستخدموها في اكلات تانية، يعني ممكن تحشوا بيها صينيه جلاش او تحشوا بيها السمبوسه، ممكن تضيفوا اي نوع خضار انتوا حابينه للحشوه. صينيه سهله وسريعه والحشوه كريميه وطعمها حلو قوي، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. والى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.